يا صباح الخير يا صباح النصر. الاهلي ملوك الطايره في مصر. الاهلي امبارح فاز على الزمالك في نهائي الكاس، ماتش وان سايد جيم. خلص الاشواط 3-1 وكان ممكن يخلص 3-0 لولا شويه الزمالك عافر في الشوط الثالث وخده من الاهلي. الاهلي عنده فريق طايره قوي جدا، الزمالك خسر فريقه يعتبر القديم كله. والصراحه يعني مش هكدب عليكم، انا كنت مفتقد حماس ماتشات الاهلي والزمالك في الطايره، ما لقيتوش حتى امبارح من ساعة ما مريم متولي احترفت في إيطاليا، فريدة العسقلاني مشت واعتزلت، دانا شوقي رجعت الأهلي، الزمالك ما قدرش يعوض محترفته البرازيلية الرهيبة ميلكا روبيسكا. فالموضوع كان خلاص، الأهلي بقى واخد طايرة في السيدات لوحده، بيلعب سنجل والباقي كله بيتفرج. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل مشجعين النادي الاهلي. ونتمنى ان الفتره الجايه يحصل تنافس تاني، وتبقى ماتشات الطايره السيدات تاني فيها الحماس فيها القوه. كانت يا جماعه والله اقوى من من ماتشات الاهلي والزمالك كره رجال، يعني كانت ماتش بيخلص 3-2 لشوط فاصل وما تعرفش مين هيحسمه.